اهلا ومرحب بكم اصدقائي اصدقاء قناه على المنصه مع احمد حواش، القناه اللي بتقدم لكم المعلومات القانونيه بشكل بسيط وعملي. هنتكلم في الفيديو بتاعي النهارده عن موضوع حساس جدا، وهو ازاي تحمي نفسك من خطر الابتزاز الالكتروني. لو تعرضتي لشخص بيقوم بابتزازك الكترونيا بان هو ماسك عليك صور شخصيه وبيطلب منك طلبات معينه عشان تنفذها، مقابل ان هو ما ينشرش الصور دي او الملفات دي ايا ما كان نوعها، عايز اقول لك اطمن. احنا طالعين النهارده في الفيديو ده علشان نقول لك على التصرف الصحيح والمظبوط اللي انت هتتصرفه، وازاي تقدر تحمي حقوقك الشخصيه وما تبقاش عرضه لمثل هؤلاء الاشخاص. وعلشان نفهم الموضوع من الاول لازم نكون عارفين ايه هو الابتزاز الالكتروني. الابتزاز الالكتروني باختصار شديد هو ان شخص يقوم بتهديدك وطلب منك طلبات معينة مقابل ان هو متحصل على معلومات شخصية او صور او فيديوهات شخصية ليك علشان ما ينشرهاش، فبيطلب منك طلبات معينة زي انك تدفع له فلوس او اي طلب كان. ده في حد ذاته مجرم قانونا، والشخص المبتز ده بيعتبر مجرم. اللي بيقول كده مش انا، ده نص المادة 327 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر سنة 2018 رقم 175. خصوص المواد دي باختصار شديد بتنص على الحبس اللي بيوصل لحد 5 سنين للمبتز اللي بيعمل مثل هذه الأفعال. وفي خلال الفترة الأخيرة شفنا نماذج كتيرة، ولكن كان النموذج الأشهر السنة اللي فاتت 2024 واللي تعرضت له بنت المطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب على يد مجرم نال عقابه من المحكمة. الشخص اللي هو أخد صورها من على تليفونها وقام بعد كده بمطالبتها بإن هي تدفع له فلوس أكتر من مرة، ولكن إحنا شفنا إن الشخص ده أول لما والدها تصرف التصرف الصحيح على طول الشخص ده جه واتحاسب وخد 5 سنين مع الرأفة قدام محكمة الجنايات بسبب فعله ده. وده بيوضح لنا أهمية التصرف القانوني أمام مثل هؤلاء ضعاف النفوس، وإن دول مجرمين ومكانهم السجن. تعالى أقول لك إيه هي الطريقة اللي أنت هتتصرف بيها لو اتعرضتي للابتزاز الإلكتروني. أول حاجة هتعملها إنك أنت اوعى تنفذ أي طلب للمبتز. تاني حاجة هتعملها انك هتحفظ كل ما هو بينك وبين الشخص ده، الصور اللي بيهددك بيها او الفيديوهات او كل المحادثة تحتفظ بيها، لان ده الدليل المادي على القضية بتاعتك. تالت حاجة تروح وتبلغ مباحث الانترنت، ودي موجودة في كل محافظة وفي خط ساخن عاملينه ورقمه 108 تتصل بيه وتديهم المستندات وهيتعمل البلاغ فورا. ورابع نصيحة نحاول ان احنا نحمي الاجهزة بتاعتنا على قد ما نقدر علشان ما نقعش في مواقف زي دي. ونصايح عامة لكل اللي بيتفرج على الفيديو ده، خلي بالك واوعى تشارك اي بيانات او معلومات خاصة بيك على الانترنت، وحاول انك تستخدم كلمات مرور قوية وتكون مختلفة عن البرامج. يعني ما تعملش الباسورد بتاعك او كلمة المرور ضعيفة او توحدها على كل البرامج. حاول ان هي تكون قوية ومختلفة، ولازم تخلي بالك من الروابط المجهولة واللي ملهاش مصدر، لان ده غالبا بيكون سبب لانتهاك الجهاز بتاعك، وبتبقى دي وسيلة الاختراق. في النهاية افتكر ان الابتزاز الالكتروني ده انت ممكن تواجهه بقوة القانون، ولو واجهتك مشكلة أو عندك استفسار عن الموضوع ده متترددش فورا واكتب لنا في التعليقات أو تواصل معانا وإحنا هنرد عليك فورا. ولو عجبك الفيديو بتاع النهاردة ما تنساش المشاركة والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل جديد أول بأول، وعلشان أكبر عدد من الناس يستفاد. أشوفكم على خير.